فالحكومة تتبنت المصالحة، لكن هؤلاء اشترطوا شروطا تعجيزية. الطرف الآخر قالوا أولا لا مفاوضات، اللاءات ثلاثة، لا مفاوضات إلا بأن تعزل الحكومة نفسها وعلى رأسها الشيخ شريف. انظر، هذا يعني شرط تعجيزي لا يمكن. ثانيا قالوا لابد من خروج القوات الإفريقية التي تحفظ السلام، وفي الصومال ما يقارب 500 إلى 1000 شخص أجنبي يعني يحاربون معهم، يريدون الانقلاب على الحكومة. قالوا نحن لا نريد شيئا إلا أن نكون نحن الرؤساء. فهذه شروط تعجيزية وشروط غير منطقية. وعلى هذا الأساس إنهم رفضوا كل الأبواب، صدوا كل أبواب المصالحة. أعود إلى أسئلة المشاهدين. سئلتم عن مصالح إريتريا ولماذا تتورط إثيوبيا دائما فيما يخص الصومال. سئلتم كذلك عن أسباب عدم دوام الاستقرار السياسي في الصومال. أحد السادة المتداخلين كذلك طرح فكرة لجنة تقصي للحقائق تكون مسؤوليتها تقريب الفرق المتحاربة، تكون تابعة للمؤتمر الإسلامي كما اقترح. فعلا لجنة تقصي الحقائق موجودة الآن وتشتغل، ونحن نرجو من العالم العربي ومن الجامعة العربية أن تتبنى موقفا كموقف منظمة إيغاد ومنظمة الاتحاد الإفريقي، وأن تدين المعارضين الذين يريدون هدم الحكومة وهدم الشعب الصومالي. فالجامعة العربية تتبنى موقفا لينا، موقفا يتيما، يقول الفريقان المتحاربان لابد إيقاف النار بين الفئات المتحاربة. فلا يمكن أن تكون المعارضة التي رفضت كل أبواب المفاوضات وبين الحكومة التي تريد أن تتفاوض وتسعى إلى إسعاد الشعب الصومالي. نحن نريد مرة أخرى من الجامعة العربية، ونؤكد ذلك، أن تتبنى موقفا قويا، لأنه لا يمكن أن نضع في خط واحد بين الجلاد وبين الضحية. القرآن يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فنحن ونرجو من الإعلام العربي وخاصة الجزيرة ألا تغول بين الفئات المتحاربة. ليس هناك فئات متحاربة، وإنما هي فئة متمردة على الحكومة وعلى الشعب الصومالي، وتريد أن تأخذ الصومال إلى نفق مجهول، وبين من يدافع عن الشرعية وعن القضية الصومالية. فإحنا نريد أن تكون الوضع حقيقي. فيه مثل صومالي قاري لبنن كما قس لسيسو، يعني معناه في العربي إما أن يكون الحق معك وإما أن يكون مع غيرك. فلا يمكن أن يكون الجلاد وأن يكون الضحية على خط واحد. فنرجو يعني ربما يكون هذا المثل الذي ذكرته أن الحق إما معي أو مع غيري سبب أحد أسباب تعقد هذا الخلاف الذي يفترض فيه الجميع أنه وحده على حق. سنستفسر منك عن بعض النقاط التي أثرتها، كما سنستمع إلى المزيد من أسئلة مشاهدينا، لكن بعد هذه الوقفة القصيرة. أرسل وشارك بآرائك حول القضايا الهامة، سياسية، رياضية، اقتصادية وأخرى متنوعة. خدمة الرسائل SMS عبر الجزيرة مباشرة. رأيك قد يصنع قرار.
أهلا بكم من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة. نواصل هذا الحوار مع ضيفنا من لندن الدكتور سعيد الشيخ، رئيس هيئة العلماء والمثقفين الصوماليين في المهجر. في النصف الأول من هذا اللقاء تحدث الدكتور عن وساطات أجرتها هذه الهيئة بين الأطراف المتنازعة في الصومال، خلص من خلالها إلى أن المتمردين كما أسماهم لا يريدون إلا الاستيلاء على السلطة. كذلك صور الدكتور الصراع في الصومال باعتباره صراع مدعوم من أطراف خارجية فقط، وهو تحدث في هذا السياق عن أريتريا. وهنا أعود إليه للتساؤل، يبدو الأمر غريبا عندما تتحدث فقط عن أطراف خارجية، حتى لو سلمنا بوجود هذه الأطراف وبين عدم الاتفاق مع الحكومة، ليسوا وحدهم المختلفين مع الرئيس شيخ شريف ولا مع حكومته، هناك أطراف صومالية كانت للأمس القريب حليفة للشيخ شريف مثل جناح طاهر أويس، فكيف تفسر أنت ذلك دكتور سعيد؟ والله الحقيقة أن حسن طاهر أويس يعني رجل معروف بين الأوساط الصومالية، ونحن نعرفه أكثر من أي واحد، فهو يعني له تاريخه، هو رجل شيخ ونحترمه، ولكن فعلا كما يقول المثل: كل عالم له خطأ ولكل فرس له كبوة. الشيخ حسن كل الأطراف وكل الفئات المثقفة الصومالية يعرفون أنه مخطئ. يعني ما أردت الوصول إليه دكتور من خلال تحليلك، أنت صورت الأمر على أنه مجرد صراع داخلي، لا نستبعد الصراع الداخلي، لكن ألا يبدو الأمر بهذه الصورة كما لو كان تبسيطا مخلا أن يكون الأمر مجرد صراع بين أطراف داخلية، والمواطن الصومالي الذي قلت بالنص أنه تعرض للانهيار غير موجود، كما لو تبدو ساحة فارغة تتنازع فيها أطراف خارجية؟ لا طبعا الأطراف الخارجية حينما تريد الأطراف الخارجية أن تحارب لابد أن تستعين بأطراف داخلية تعمل وتحقق أهدافه. هذا هو الواقع. الأطراف الخارجية لا يمكن أن تدخل، الفأس لا يمكن أن يقطع إلا أن يكون معه غصن، فالأطراف الخارجية تحتاج إلى مساعدة داخلية. ففعلا ما يحارب الآن أطراف متمردة تريد تحقق أهدافا خارجية صراحة. وكما تعرفون في الصومال هناك يعني لنا 20 عاما أو ما يقارب بين التحارب والتناحر بيننا. لماذا؟ هناك قضية واحدة، أن هناك أطماع شخصية، فكل شخص يريد أن يصبح رئيسا لهذا بدون أن ينتخب وبدون يعني أن يحوز ثقة الشعب. فطبعا ما يحدث الآن ما يظهر أن الشيخ حسن رجل محترم، ولكن مع ذلك مخطئ في أن يكون في هذا الموقف الذي يعارض مع المصلحة الصومالية، وندعوه لأننا رجل نحبه، ندعوه أن يكون مع المصالحة، فالمصالحة مفتوحة حتى الآن. طيب اسمح لنا أن نشرك معنا مجموعة من مشاهدينا دكتور. معي من فلسطين أحمد علاء الدين، تفضل يا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله